عقيدة الجيش المصري. كان من ضمن الأسئلة في حديث السيسي المسرب مع الصحفي ياسر رزق، يا ترى إيه هي محددات الأمن القومي المصري؟ السيسي حدد 4 نقاط للأمن القومي المصري من وجهة نظره، وكانت أخطر ما فيهم النقطة الرابعة لما قال جيش قوي قادر على مواجهة التحديات المعاصرة زي الإرهاب والجريمة المنظمة. الراجل عاوز جيش قوي، يعني حاجة كويسة اهو. الخطورة بقى في وظيفة الجيش القوي ده، هو عاوز يبدل وظيفة الجيش المصري من حماية الحدود والأراضي المصرية ومحاربة أعداء الوطن إلى محاربة الإرهاب، وده بقى اللي بيسموه في العلوم العسكرية عقيدة الجيش. عقيدة أي جيش بتبقى مكون أساسي من مكوناته، لأنه من خلال العقيدة بتاعته بيحدد مين هو العدو ومين هو الصديق، وبيبدأ بعد كده يوزع القوات حسب الجهة اللي التهديد جايله منها، وكمان يحط الخطط العسكرية لمواجهة العدو والتهديدات، وكمان بيحدد التسليح المناسب لقواته بناء على دراسة تسليح العدو. يعني لو قدرت تعرف علاقة أي جيش بجيرانه شكلها إيه وتابعت تصريحات القيادة العسكرية، ببساطة شديدة هتقدر تعرف ساعتها عقيدة الجيش ده شكلها إيه. إيه رأيكم لو ربطنا الكلام ببعضه وعملنا إسقاط على جيشنا العظيم علشان نقدر نرد على الإشاعة اللي بتقول إن عقيدة الجيش المصري اتغيرت؟ هندرس مع بعض جبهة واحدة بس، وهي الجبهة الشرقية لمصر، وبالتحديد حدودنا مع فلسطين والكيان الصهيوني المحتل. طول الحدود بيننا وبين فلسطين تقدر ب 210 كيلومتر، منهم حوالي 16 كيلومتر مع غزة، والباقي بيسيطر عليه الكيان الصهيوني، يعني حوالي 194 كيلومتر. طول عمرنا نعرف ان اليهود هم العدو الاول لينا، وكان بيننا وبينهم حروب على مدى سنوات طويلة، اخرهم الانتصار العظيم لجيشنا الوطني الباسل على اليهود في 73، وبعد كده تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978. يا ترى من التاريخ ده لحد النهاردة، يعني بعد حوالي 36 سنة، تفتكر عقيدة الجيش المصري ما زالت زي ما هي ولا اتغيرت؟ هندرس مع بعض مثال بسيط. تعالوا نشوف موقف مصر من الحرب الإسرائيلية على غزة اليومين اللي فاتوا. قبل الحرب بفترة بدأت عمليات موسعة للجيش المصري في سيناء ضد ما أطلقوا عليه الإرهاب، وحصلت عمليات قصف ودك لبيوت المصريين السنويين بطول الشريط الحدودي مع غزة، وحصل كمان هدم للأنفاق واللي بتعتبر المتنفس الوحيد لأهالي غزة بعد غلق كل المعابر بما فيهم معبر رفح المصري. المعابر دي كما هو معلوم بيتم من خلالها توصيل المواد الغذائية والأدوية وباقي احتياجات أهالي غزة. وفجأة بدأ الإعلام المصري والقنوات الخاصة شن حملة شرسة ضد فصائل المقاومة في فلسطين، بل وصل الأمر إن الأذرع الإعلامية للمخابرات عملتها إنهم يطالبوا إسرائيل بكل صراحة ووقاحة إنهم يقضوا على حماس والجهاد ويمحوا غزة من على الخريطة. وكلنا فاكرين الصحفية عزة سامي نائب رئيس تحرير الأهرام اللي كتبت تويتة بتقول فيها تسلم إيدك يا نتنياهو، الله يرحمها بقى، هي دلوقتي في دار الحق وأكيد عرفت الحق من الباطل. القوافل الإغاثية اللي هي عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية وطعام وغيره تم منعها وعدم وصولها لأهل غزة أثناء القصف الإسرائيلي، بل وتم اعتقال بعض الشباب والبنات القائمين على القوافل دي. أثناء الحرب المفروض أن مصر كانت بتقوم بدور الوسيط بين اليهود وبين المقاومة، والوسيط المفروض أنه بيكون محايد وذو ثقة عند الطرفين، لأنه بينقل الرسائل المتبادلة بكل شفافية وأمانة علشان يقرب وجهات النظر ويوصلوا الحل. مصر بقى ضغطت بكل قوتها على المقاومة علشان ما يردوش على إسرائيل ويطلقوا صواريخ القسام وغيرها، ومش بس كده، ده كمان كانوا عاوزين ينزعوا سلاح المقاومة. يعني انت ما بقتش وسيط ولا محايد بقى، ده خايف على إسرائيل أكتر من فلسطين وأهلنا في غزة. يبقى الكلام اللي قاله السيناتور تيم كين قدام لجنة الدفاع والأمن القومي في الكونجرس في مارس 2014 طلع مظبوط وبيتنفذ بحذافيره. قال إيه بقى معالي السيناتور؟ قال لابد من زيادة الاستثمارات الأمريكية في الجيش المصري لخدمة مصالحها في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها رعاية أمن إسرائيل. لو رجعنا مرة تانية لكلام السيسي هنلاقيه شبه وثيقة مسربة انتشرت على موقع ويكيليكس سنة 2008. الوثيقة أكدت أن المسؤولين الأمريكيين بيطالبوا بضرورة تغيير عقيدة الجيش المصري علشان تبقى من أولوياته محاربة الإرهاب والعمل خارج أرضه، وده بقى اللي بيفسر ليه السيسي أنشأ وحدة جديدة في الجيش المصري مخصوصة لمكافحة الإرهاب. وكمان بدأ الجيش المصري ينفذ عمليات خارج أرضه في ليبيا والسودان وعلى حدود العراق مع السعودية، ده بخلاف أنه دخل على نفس خط أمريكا في محاربة ما يسمى بالإرهاب الدولي، وتجاهل تماما تأمين الحدود اللي كل يومين يموت لنا عليها 10 ولا 15 عسكري غلبان، مرة على إيد مهربين ومرة تانية الفاعل مجهول، وهي الدنيا ماشية. باختصار السيسي بيحاول يغير عقيدة الجيش من حماية الحدود وتأمين البوابة الشرقية من عدونا الأول وهي إسرائيل إلى عقيدة تنظيم مسلح بيحارب الإرهاب، واللي مش معروف لحد دلوقتي يعني إيه إرهاب ومين هو الإرهابي، وكمان بينفذ أهداف أمريكا في الشرق الأوسط. وتحول الجيش المصري إلى إمبراطورية اقتصادية ضخمة بتشفط كل مقدرات البلد لصالح فئة من كبار المنتفعين في الجيش، واللي يفتح بقه من الشعب الغلبان يبقى إخوان وإرهابي، ويا إما يتقتل أو ما يشوفش الأسفلت تاني. وهي دي عقيدة الجيش الجديدة.